ألا فاعلموا أن لفظ الخمر ليس قاصرا على ذلك السائل المعروف، بل هو لفظ شامل يطلق على كل ما يخمر العقل، أي يذهب العقل، أي يغطيه ويحجبه. وهذا الفعل لا يفعله السائل الكحولي وحده، بل يفعله الحشيش والكوكايين والأفيون وسائر تلك السموم. فاتقوا الله عباد الله، وليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة. ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرآن في ليلة القدر التي فضلها سبحانه وتعالى على 1000 شهر. أولئك الذين أعجبوا لأمرهم، فهم يصومون بالنهار ويعصون الله في الليل. فتوبوا إلى الله واستغفروه مخلصين يستجب دعاءكم. يا اسماعيل، الاسعاف كانت تطمنوا. اسعاف؟ مين قالك بس يا ابني تدخل انت للاسعاف؟ الله، ما هو لما سرق في الحرق قدام الدكان شلته وجيت جري على هنا وطلبت الاسعاف. انا خايف مرزوق للاسعاف تغسل له مصارينه ويبان انه واكل حته حشيش. لا ما تخافش، ما دام بلا افيد ايه يبقى مصارينه نطفوا. امال مش راضي يفوق ليه؟ عشان تحرم تاني مره تفرط في البضاعه الطيبه اللي بديها لك. انا فرطت فيها، ده انا حاططها جنبي على الرف في الدكان وانشغلت شويه بلحم باجور جاز بصيت ما لقيتهاش. تستاهل. بقى اسماعيل احسن الاسعاف جت. انا مش دريان بروحي. قوم بقى، قوم قامت قيامتك. هم هيطلعوا مصارينك ويغسلوها علشان تحرم تاكل الشيء اللي ما انتش قده. والنبي يا معلم انا في عرضك ما تخليهمش يطلعوا مصاريني، انا بحسبها حته شوكولاته ما بحسبهاش حشيش. اخلص وطي حتك يا طيف عمرك، لا تسمعك ام حسن. النبي يا شيخ حسن تجيلي الليله دي عشان تكلم الوليه وتفهمها وتعقلها شويه. إن شاء الله هجيلك بعد صلاة العشاء. لا بدي اسالك سؤال يا شيخ حسن. أيوة. شيخ حسن، عربيه الاسعاف وقفت قصاد بيتكم. يا ساتر يا رب، عن اذنكم اتفضل. رب الحاجات زي دي اسبوع شوف حاسس الاهم. لا مؤاخذه يا حاضر، انتوا هنسونا قوي. نعمل ايه؟ لينا اسم نشوفكم. مع السلامه مع السلامه. يعني كويس كده. ايه خير ولا حاجه يا شيخ حسن، اصل اسماعيل اغمى عليه وفوقوه قبل ما يجي. الحمد لله. بس ليه سايبه اوضتك يا ام حسن وانت تعبانه؟ ما هو بقى زي الجنه اهو. فتهز طولك بقى ويلا على الدكان. انا حاسس يا معلم اني لسه دايخ وعايز فنجان قهوه ساده. يا اخي روح جاب فنجان سم يا اخي بدنك. الله، إيه مالك يا إسماعيل؟ لا مفيش. والدتي ايه اللي خرجك من اوضتك؟ انا ما سيبهاش ابدا، بقى المقصوفه دي تهرب مني. انا لازم انط في الشارع، لازم اموتها واشرب الدماء. انا عندي بنات حسن مش ابويا هيموتني. ايه مالك؟ انا بقول في ايه؟ عاوز يجوزني مرزوق وانا يستحيل اتجوز الراجل ده. ليه يا بنتي؟ مرزوق جدع طيب وصاحب قهوه وقشته نغناغه. خش يا عم علام. ايه مقصوف الرقبه دي؟ انت هنا؟ ده انا لازم اضببك، لازم اسيح دمك. مش كده يا عم عباس؟ اهدى يا راجل، استريح. استريح ومقصوفة الرقبه دي واقفه قدامي تقول لي اتجوز ده وما اتجوزش ده انا هطفنك بالحياه. يا راجل مش كده، خلي عندك صبر. صبر؟ يا معلم عباس انت راجل حليم، ما تستعجلش على بنتك بالشكل ده. ام نبويه، نعم انا عايزاكي تعالي معايا جوه شويه احسن مش قادره اقف على رجليا. أنت تعبانة يا أمي، أجي أوصلك. خليك انت يا ابني مع المعلم عباس. بعد يخلص من ربنا يا شيخ حسن. يا معلم عباس، كل شيء ينحل بالحلم، والزعل مفيش منه فايده ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بقى يا اختي البنت الشعلوله دي خدتكوا ساعه الظهريه والناس صايمين. المعلم عباس غلطان، قولي لي لام روحه شويه. ما هو غصب عنه يا ام حسن يا اختي، هو احنا عندنا بنات تقول ايوه ولا؟ ما تقولش ليه، هي مش بني ادم. هو انت يعني ما انتش عارفه السبب؟ سبب ايه يا اختي؟ هي بنتي نبويه عندها سبب؟ والنبي يا اختي ما اعرف حاجه ابدا. ما تستعبطيش عليا امال، ده احنا اخوات ودي عشره العمر كله. طب يا اختي لما انت عارفه السبب ما تقولي بالعربي حاطه عينها على حسن ابني هيك. طب وانتش عرفك بقى ده حسن عمره لا اتكلم ولا لمح. اصل يا اختي حسن مش فاضي، مشغول في شهادة العالمية بتاعته اللي هياخدها السنة دي ان شاء الله. يا اخي حش رقبتها نبوية يا بنتي، لما تفكر في اللي ما بيفكرش فيها فشل. يا عبيطة، ده منى عيني وعين ابوه،
غيرش يا كبدي، هو مش فاضي، ده بياكل اللقمة خبز كده. انا ما عنديش بنات يمشي رايهم عليا. طول بالك يا عم عباس، سيب نبوية عليا انا هقنعها. تعالي يا نبوية، تعالي تعالي اقعدي هنا. فهميني بقى قدام والدتك ووالدتي، مش راضية بمرزوق ليه؟ بيقولوا عليه جدع ابن حلال وحالته المالية كويسة. الله، ما بترديش ليه؟ مش عايزة ترد عليا؟ بخاطرك يا ستي، امري لله، يظهر ان ماليش خاطر عندك. انت خاطرك على عيني وراسي، ولما تقولي على اي حاجة لازم اعملها. انا مش عايز اقولك على حاجة غصب عنك، انما بس عايز اعرف سبب الرفض. قوليلي، اتكلمي، مفيش حد غريب. بس هتقول ايه يا سي حسن؟ هو في حاجة؟ اهو قرح بنات وبس. لا نبوية عاقلة، لازم عندها سبب مهم. يمكن مش عاجبها شكل مرزوق مثلا. هي الرجالة بالشكل يا ابني، ده الراجل عيبه جيبه. طيب اهو المعلم مرزوق غني، يبقى لازم في حاجة تانية. سي حسن، انت عاوزني اتجوز ليه؟ عشان نفرح بيكي ونشوفك عروسة حلوة مقطقطة، ده انت هتبقي اجمل عروسة في الحتة. واذا كان الجواز ده يقلبني وينغص عليا عيشتي، تبقى برضه عاوزني اتجوز؟ طبعا لا، انا عايزك تبقي مبسوطة وعيشتك كلها هنا وسعادة. صحيح. طبعا، انت عندك شك في كده يا نبوية؟ ده انت زي اختي تمام. كده؟ طيب يا سي حسن، انا عرفتكم كلكم، ماليش صدر حنون هنا، لا امي ولا ابوي ولا انت حتى يا سي حسن اللي بتقول عليا اختك. لو كنتوا بتحبوني صحيح ما كنتوش تشطروا عليا وتتجوزوني لاي واحد عشان انزح من قدامكم. لو كنتوا تحبوني صحيح كنتوا تطبوني على اني ما اتجوزت، كنتوا تفرحوا اني مش عايزه اتجوز عشان افضل قاعده في وسطكم. هو اللي بيحب عاوز يبعد حبيبه عنه، اروح بيت مرزوق ولا غير مرزوق واصبح وافتح عينيا وابص يمين وشمال ما لاقيش الوجوه اللي بحبها. حاضر يا سي حسن، هتجوز مرزوق واغور من هنا عشان ترتاح من وشي. مرزوق ده نبوية ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا عبيطة؟ طب بس يا نبوية، مفيش جواز، وحياتك انت لمنع الجواز. اخصى عليك يا نبوية، عايزين نزيحك برضو كده. هي بنتك عجزت؟ ما تهجح كده وتسيبها سنة كمان. الله، انا عاوزها الحسن. حسن؟ حسن. مش عاجبك حسن ولا طمعان في فلوس المعلم مرزوق؟ انا ابني صحيح لسه طالب، لكن السنة دي اخر سنة وياخد الشهادة من كلية الشريعة ويبقى قاضي، يبقى محامي، يعني واحد صاحب وظيفة. احنا مش في كده يا معلم علام، احنا اخوات والرزق بالله. انما حسن طول عمره ما جابش السيرة دي، هو فاضي يجيب السيرة دي؟ طيب استنى عليه كده لما يخلص وانت تتفرج، هو هيلاقي احسن من نبوية. عم عباس، انا عمري ما ترجيتك في حاجة، تقبل رجايا؟ قول يا ابني وانا ما خالفلكش رأيي ابدا. نبوية دلوقتي محدش يكلمها خالص في مسألة الجواز. كده؟ ايوه. ماشي كلامك يا شيخ حسن. انا متشكر يا عم عباس. يا عباد الله وحدوا الله، ادي وقت الاستغفار والطلب من الله. إن كان هوايا ذنب ما اقدرش اتوب منه، استغفرك يا رب، استغفرك يا رب واطلب رضاك عني. وبرحمتك يا رب تكتب على
تسحب وتجمع الاتنين وتسعد القلبين وتجمع الاتنين وتسعد القلبين وفي نعيم الحب يا ربي يتهنوا يا ربي يتهنوا إن كان هوايا ذنب ما اقدرش اتوب منه استغفرك يا رب استغفرك يا رب واطلب رضاك عني. ياللي خلقت قلوب من نار هواها تدوب وحبها مكتوب الذنب مش ذنبي قدر على قلبي اللي هم في وعذبوا ظنوا إن كان هوايا ذنب ما اقدرش اتوب منه استغفرك يا رب استغفرك يا رب واطلب رضاك عني. ياللي أساد القلب برحمتك أمنه إن كان هوايا ذنب ما اقدرش اتوب منه استغفرك يا رب استغفرك يا رب واطلب رضاك عني. يا رب ايه اللي وقع ده؟ حسن تعالى والنبي عاوزاك على السلم. شفت ليلة القدر يابا؟ شفتها؟ ليلة القدر ايه يا بنت؟ رايحة على فين؟ ايه في ايه؟ خير يا ابوي؟ كل خير يا سي حسن. انا اللي خايفه اكون خضتك ساعه ما قصت الزرعوات في بلكونتك. فعلا اتخضيت. يا خبر، اغصى عليا وعلى ايدي اللي زقتها. بعد الشر عليك وعلى ايدك يا نبويه. لكن والنبي يا سي حسن غصب عني، اصل شفت طاقه القدر
طاقة القدر. طاقة القدر ازاي؟ طاقة كلها نور اتفتحت في السماء، شفتها بعيني. لا لا يا شيخة، ده وهم بس بيتهيألي. ابدا وحياتك يا سي حسن، انا شفت النور اتفتح كده مسافة ما ادعيت واتقفل تاني في طاقة القدر. مفيش حاجة اسمها طاقة القدر يا نبوية، دي أنوار بتحصل ساعات في السماء من حركات النجوم. هي النجوم بتتحرك وتعمل نور؟ طبعا الجو مليان كهرباء زي اللي بتنور في البيوت والشوارع. امال ازاي ليلة القدر اللي سمعنا عليها ان ربنا بيوعد بيها عبيده ويقبل دعوتهم؟ ليلة القدر هي الليلة اللي نزل فيها القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام مرضيش يحدد ميعادها، وقال إنها في ال10 ليالي الأخيرة من رمضان عشان يشجعنا على الاجتهاد في العبادة في أواخر الشهر الكريم. لكن انا ادعيت باللي في قلبي ومتأكدة ان ربنا هينولهولي. ايه يا بنت الهلولة اللي انت عاملاها دي؟ ليلة القدر قال انت اللي اتأخرتي عن عمايل السحور. يلا يا بنت اطلعي قدامي يلا. والنبي شفتها ياما ودعيت باللي في قلبي. طيب دعيتي بإيه يا نبوية؟ اوعي تقولي يا بنت عداء ولا احسن تفسد. اتفضل السحر معانا يا سي حسن. إن شاء الله في الأفراح لما تتحقق دعوة نبوية. يا رب. شيخ حسن، يا شيخ حسن، عن إذنكم. اتفضل. نعم يا أستاذي. تعال يا سيدي، أنا عاوزك في مسألة مهمة. طوع أمرك يا أستاذي. أنت طبعا تعرف الخواجة جورج الغني المشهور. أيوة أسمع عليه، أظن بتاع مصانع الحلويات والشوكولاتة. عليك نور، ده راجل تقدر تقول إنه مصري تقريبا، لأنه عاش هنا طول عمره وأولاده بيتكلموا عربي زينا تمام، ورغم كده بيخليني أدرس لابنه جوزيف دروس في اللغة العربية. والله ده راجل كويس ومثل طيب للأجانب اللي بيعيشوا في مصر. مظبوط، إنما بقى أنت عارف إني نقلت. أيوة ألف مبروك، لأنها ترقية تليق بفضيلتك. الله يحفظك يا ابني. المهم إني مش عاوز أطرد جوزيف من غير أستاذ أثق فيه يكمل ما بدأت من تعليم. ده واجب يا سيدنا الشيخ، وعلى كده وقع اختياري عليك لأداء هذه المهمة، وأرجو مقابلة الساعة 7:15 بالظبط، يعني يا دوب تفطر وتجيني علشان أخدك ونروح لهم أقدمك ليهم وألحق القطار اللي هسافر فيه الليلة. أمرك يا أستاذي أمرك. اهلا وسهلا يا عبد العزيز، ازيك؟ لازم خبرته الاستاذ الجديد بتاع جوزيف. أي نعم، وأنا اخترت لجوزيف لثقتي فيه التامة في علمه وفي أخلاقه. كويس كتير. ابني جوزيف في المدرسة بتاع الرقص، أنا يضرب له تليفون هو يجي خارج. اتفضلوا هو مش يتأخر. وهو كذلك. فيلا لويزا، ليه مسمينها كده مع ان اسمه مسيو جورج؟ يكون لويزا ده اسم قديسة عندهم مثلا. ده اسم بنته بيحبها قوي ويدللها قوي زيادة عن اللزوم، والواقع اني كنت اتمنى انه يعلمها هي اخرى لغة عربية زي اخوها، يمكن دي تكون وسيلة لتهذيب اخلاقها. هي اخلاقها شاذة؟ التدليل اذا زاد عن حده يوجد الشذوذ احيانا. يمكن بكرة تنصلح لما تكبر. هي مش اصغر اولاده؟ بالعكس هي الاكبر، اكبر من اخوها جوزيف. يا خبر، انا اتأخرت، اسيبك انا بقى علشان الحق القطار. اتفضل انا هنتظره. طيب سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا الشيخ. نعم. تسمح تحدد لي القبلة فين؟ القبلة هنا بالظبط. استنى يا عثمان. افندم سيدنا الشيخ. هات السجادة علشان الشيخ حسن يصلي. حاضر يا فندم. عندهم سجادة؟ ايوه، عثمان جابها لي لما شافني مرة بصلي على عبايتي. اسيبك بقى واتمنى اني اسمع عنك كل خير. ان شاء الله في حفظ الله. اتفضل. متشكر يا عثمان. العفو يا استاذي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعرفش تلبس ابدا، ده فستان اللي كانت لابساه ده دي بتقول انه اخر موديل من باريس. كدابه، ما راحتش باريس السنه دي. الله، انتوا عندكم واحد شيخ ضيف جوه؟ ده مش الشيخ عبد العزيز. امال تعالي ما نشوف شكله. يلا. ريكارد الفيل
Je n'aime pas ce type qui prie tout le temps. Qu'est-ce que ça? Peut-être il veut montrer à ton père qu'il est sérieux. Ah ah, c'est ça. Mais oui. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما بقولكوش انتم، امال بتكلم روحك؟ بكلم مخلوقات نورانية ما تفهموهاش انتم. انت اللي بتحضر الجن. ليه؟ هو انا اللي حضرتكم؟ لا بيعرف ينكت. بعرف انكت لكن ما بعرفش اغش واخدع الناس بصلاتي. هو انت تعرف فرنساوي؟ وانجليزي. شيخ يعرف فرنساوي وانجليزي؟ ده مودير. والمودرن بيصلي في بيوت الناس مش يستنى اما يروح بيتهم. الظاهر لما يكون في ميعاد بينك وبين حد ما بتحافظيش عليه. مين قالك الكلام ده؟ انا اهم حاجه عندي ان اكون جثه مواعيدي مع اصحابي. وانا اهم حاجة عندي المحافظة على مواعيدي مع ربي. ها هي الصلاه عندكم برانديفو، الصلاة لها ميعاد لازم نأديها فيه بالظبط، ودايما بتحافظ على رانديفو الصلاه. زي ما بتحافظي على رانديفو الرقص. الرقص ده رياضه مفيده للجسم. والصلاة رياضة مفيدة للجسم والروح. روح ايه؟ هو في حاجه اسمها روح؟ روح المشاجر. تمام، انا نظرتي ما تخطئش. من ساعة ما شفتكم فهمت انكم اجسام بس من غير روح. انت مين انت؟ وجاي هنا ليه؟ وانت مين انت؟ وبأي صفة تكلميني؟ اهدى، سامعه يا لويزا؟ حاجه غريبه. لويزا؟ بنت مسيو جورج. لو اخوها عقليته بالشكل ده انا هعتذر ادرس له. المدرس بتاع جوزيف. انت ما تنفعش مدرس ابدا لامثالك اللي مالهمش ارواح. انت بتشتمنا. انا بقرر حقيقة، انتوا اللي شتمتوني. دي ما كانتش كلمه. الانسان يساوي كلمة. وانت ما تساويش ولا كلمه. لحد هنا غلبتيني، لان المنموزيل لما تشتم ملهاش رد عندي غير الانسحاب. اهلا حضرتك استاذ الجديد طبعا. اتفضل. انا اسف اني اتاخرت شويه. انا معتذر عن الدرس. الله، ليه؟ حصل حاجه؟ حصل سوء تفاهم بينه وبين لويزا. اوه فهمت، هي زعلت حضرتك. انا اسف، ارجوك يا استاذ ما تكونش زعلان ابدا. اختي اخلاقها حاده شويه، علشان خاطري انا سامحها. هو ايه ده؟ يسامح مين؟ لويزا انت زعلت الاستاذ، لازم تعتذري له. انا ما بعتذرش لحد ابدا. يلا بينا يا قلبي. يلا. انا مش محتاج لاعتذار، كفايه انك انت انسان مؤدب. اوه ميرسي يا استاذ. اتفضل على اوضه المكتب. عوافي يا امي. يعافيك يا ابني. عوافي يا نبوية. يعافيك يا سي حسن. ازيك النهارده يا امي؟ بخير يا ابني. طول ما بشوفك قدامي انت ونبوية ما بتسيبنيش ابدا يا حسن. ربنا يقدرنا على خدمتها يوم جوازها. رايح على فين يا نبوية؟ لسه بدري، ده انا جاي عشان ابشركم. والدتي وانتي اعز الناس ليا في الدنيا. خير يا حسن؟ جالي درس خصوصي لابن واحد غني كده، وصممت ان اول ما هي قبضها هشتري بيها هديتين، واحده لحضرتك والتانيه النبويه. الهي يفرح قلبك ويفتح لك ابواب السماء. ربنا يجعله درس السعد والهنا يا سي حسن ويحبب فيه خلقه. بقى ده شغل رجاله يا جدعان. بقى المعلم عباس ما يقدرش يمشي كلامه على بنته. يا عم انا فاهم الفوله، هو له غرض. غرض ايه بقى؟ هو وعلام متفقين ادوها لحسن. حسن قوي بقى يبدل حته مجاور، لسه لا راح ولا جه على المعلم مرزوق اللي بيلعب بالفلوس ليه يا اخي؟ بكره يبقى قاضي. حيلك حيلك. ايوه اقول مأذون زي الشيخ عبد البصير. ليه يا اخي؟ ده في كليه الشريعه اللي بيطلعوا منها قطاع ومحاميه شرعي. قلت لي. والله طيب لما ابن علام الحشاش يقف لي في طريقي. طب وحياتك لو اوريه هو ابوه كمان. الله، ليه؟ ما هو ابوه صاحبك وانتوا رايحين جايين سوا. السلام عليكم يا رجاله. السلام علام. اتفضل. يا عم علام. الله يحفظك. انا هدوقك اللي على اصل ابو حسن. شوف الذريه دي. لا يا اخوانا، من النهار حكايه الواد اسماعيل وانا بخاف. الله، وانا بقول لك كل شيلها في جيبك خد. الله. لكن اشمعنى يا استاذ الفعل الماضي دايما مفتوح والمضارع دايما مضموم والامر مجزوم؟ انت مش شايف ان الفتحه لايقه على الحاجه اللي فاتت؟ كتبه، كتب خلاص وانتهى. والضمه تحس بيها في ودنك كده انها تديك معنى الاستمرار. يكتب لسه ما زال مستمر في الكتابه. مظبوط. والسكون اكتب فيها معنى الجزم. ايوه صحيح، دي زي الميوزك في اللغه. تمام. كفايه النهارده. اشكرك يا استاذ على الدرس الجميل ده. مين اللي بيضرب بيانو؟ دي اخت لويزا.
ليه يا لويزا؟ العبي، الاستاذ عايز يسمع. الاستاذ ماله مال الميوزك؟ انا ما بسمعش حد. انا ماشي، ليلتك سعيده. اوه، ايه ده يا لويزا؟ ليه كده تزعلي الاستاذ؟ هو مش اتخانق معايا؟ عاوز ليه يسمعني دلوقتي؟ يا سلام، انت لسه فاكره؟ طبعا انت كلمتني كلام مش كويس. انا كنت برد عليكي وافهمك انك غلطانه، وانا من ساعه ما خرجت من هنا خلاص نسيت كل حاجه. ربنا امرنا ما نحملش اي حقد، وتكون نفوسنا صافيه وننسى الاساءه. انت قلت ان انا مفيش روح، يعني مش بني ادم. شوف ازاي انت ما نسيتيش، انا ما كانش قصدي اهينك. على العموم حصل خير. طيب خلاص، عاوز مني ايه؟ جاي تسمعني ليه؟ اوه لويزا، مش كده. ده استاذ بتاع دين، ماله مال الموسيقى؟ الموسيقى فن جميل والدين ما حرموش. طيب يا سيدي، انا مستعده اديلك درس في الموسيقى. انا مستعد اديكي درس في اللغه العربيه. وليه يعني؟ اعمل بيها ايه؟ لانها لغه البلد اللي انت عايشه فيها. اذا كان عشان كده افكر. انا اسف يا استاذ، وهتكون زعلت. لا ابدا، انا مش زعلان. هي اخلاقها حاده شويه، انما يظهر ان قلبها طيب. ليلتك سعيده، ليلتك سعيده. وحاوي وحاوي وانت يلا بقى العب بعيد. امال فين المعلم يا عبد؟ قال المعلم مرزوق اخده ومشوا سوا. ما تعرفش راحوا فين؟ قال لي ما تقولش لحد انهم فوق سطوح بيشموا الهوا سوا. حلاقة قوي يا جمال الحبشتقال. رص غيره يا عبد. الكشري اللي مفيش منه. الحقني يا اخويا بالكشري المعمر والمتفلفل. ما شاء الله، شيء جميل. ما تقول سلام عليك، هو انت ايه؟ انا مش مصدق. حشيش؟ معتبر اصلي، التعميره منه ب100. ب100 خطيئه، ب100 ذنب، ب100 معصيه. ياني، ووالدي معاكم، والدي اللي رباني ووداني اتعلم وصرف عليا عشان ابقى عالم اهدي الناس وارشدهم. انا مش مصدق عليا. وفي رمضان كمان يا ناس، الشهر المفضل. ما بس بقى، طيرت كام تعميره من دماغنا يا اخي. تلاقيه جاي تعجننا. اما لو كان اللي جاي بداري ضابط بوليس كنتوا عملتوا ايه؟ فلا الله لا فالك يا شيخ. ايه هنعمل ايه؟ كنا نكت الحاجه ونخفيها ولا يقدر يقفش. انتوا رجاله انتم. هو الراجل يبقى قاعد خايف لا راجل زيه يطب عليه؟ ده كيف ده؟ انا مش هكلمكم باسم الدين لانكم ما بتخافوش ربنا. انا بكلمكم باسم الرجوله. اللي يعمل حاجه ويخاف منها ما يبقاش راجل. ايه الحكايه يا اخي؟ انت جاي تدينا درس؟ ما تروح لحالك بقى. انتوا اللي تروحوا لحالكم، انتوا اللي تنزلوا من البيت وتنظفوه من الركس اللي انتوا فيه، من الخمر اللي بتتعاطوه. خمر؟ ده حبشت ابو علي. ده خمر ومحرم. اتفضلوا اتفضلوا انزلوا من هنا. كويسه دي. ولا طبعا ان عم علام قاعد وساكت واحنا بنطرد من بيته ولا هو هنا. بس بقى يا حسن، روح انت، مالكش دعوه. انا مش هروح من هنا ابدا الا اذا نزلوا دول، واذا مشيتوا هم قاعدين هروح على البوليس. الواجب يقضي عليا بالتبليغ. انا بديكوا فرصه للتوبه. قوموا من هنا حالا والا اكسر كل الحاجات اللي قدامكم. تكسرها؟ كان يكسرها كسر دماغه. انا هكسرها ولا يهمنيش تكسر دماغي في سبيل الله. ارجع يا جدعان. وادي المدعو اهو مبسوط يا عم علام. بس بقى يا واد انت. انا بس يعني معايا. ما ينفعش. خد بس خد. خد حاجه. مهما عملت لازم انفذ حكم الله في كل منكر اشوف. يا واد انزل من هنا بقول لك. لازم هم ينزلوا الاول. بقول لك انزل من هنا. مستحيل. تكون امك طالعه بالثلاثه ان ما نزلت من هنا حالا. ابويا. ايوه استرجل كده، والنبي لو انا منك بعد اللي عمله يحلف عليه ما يخش البيت. اخرس يا كلب، وعليا الطلاق. ما انت قاعد في البيت معايا بعد النهار. كفايه انك بعت دينك وبعت ابنك عشان صحبه كلاب زي دول. استريح، انا نازل ومش قاعد في بيتك بعد كده. انطردت، ما اقدرش اعتب البيت تاني. يعني مش هشوف والدتي ولا تشوفني، وهي دلوقتي عيانه ضعيفه محتاجه للعنايه. انا كان مالي ومال اللي عملته. ما اسيب الخلق للخالق وخليني في شغلي ومذاكرتي. لكن ازاي ده؟ مش ممكن يا ناس. انا عملت الواجب اللي يحتمه الدين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كنت اعمل ايه؟ انكره بقلبي بس؟
يعني ألجأ إلى أضعف الإيمان؟ مش ممكن. أنا إيماني مش ضعيف. إذن أتحمل نتيجة إيماني بصبر وجلد. هتحمل وربنا معايا. الله، مش ده الشيخ حسن يا جوزيف؟ ايوه ده هو صحيح. استاذ حسن، الله ده هيغمى عليه. لويزا على البيت على طول يا لويزا. مش عارف ابدا ايه الحكايه، مش عارف. استاذ حسن، استاذ حسن. غريبة يا جوزيف، اجري هات كولونيا. حالا. استاذ حسن. حسن كولونيا ايه؟ هات له دكتور احسن يا جوزيف. ده ابتدى يفوق اهو. استاذ حسن، استاذ حسن. الله، انا فين؟ استريح يا استاذ استريح، انت هنا في بيتنا. قابلناك صدفة وانت ماشي وكان هيغمى عليك ولحقناك وجبناك هنا. ايه السبب اللي حصل ده؟ لا، ده حصل سوء تفاهم بسيط بيني وبين والدي، فزعلت وسبت البيت ومشيت. والزعل يعمل فيك كده؟ طب وكنت ماشي رايح على فين؟ كنت رايح على أي لوكاندا أنزل فيها. طب وليه يا أستاذ؟ ما تقعد عندنا لحد ما تصالح والدك، احنا نكون مبسوطين قوي. عندنا أوضة في الجنينة بكل لوازمها. أنا متشكر، أنا عارف لوكاندا هنزل فيها. الأستاذ مش راضي يقعد عندنا لأنه زعلان منك. منك أنتي؟ أمال إيه؟ أنت كارهني عشان أنا ضايقتك كتير، بس أنا ما أقصدش أبدا، ودي طريقتي. عارف، وأنا أعتقد إن مفيش حد شرير بطبعه، وإن الشر دي حاجة ممكن انتزاعها. وأنا أوعدك إني أكون كويسة وأعتذر. خلاص بقى سامحتي، وأنا مش زعلان. إذا كنتش زعلان تخليك معانا، وأنا هروح أوضب لك أوضتك بنفسي. لا، أرجوكي اعفوني، أنا متشكر. اسمحوا لي أسكن في المكان اللي استريح فيه، وهيكون لي الحظ أشوفكم كل يوم في الدرس، وإن شاء الله هتكون الصداقة بيننا كده على طول. عن إذنك. أمرك يا أستاذ، مع إننا آسفين جدا. طب نوصلك لحد هناك. برافو لويزا، فكرة هايلة. اتفضل. متشكر. قول انت فين انت، واشكي لي مين غيرك انت، عقلي وفكري فيك انت، روحي وعمري لك انت. قول لي انت فين، قول لي انت فين، قول لي انت فين انت. طول عمري اداري واخبي عنك غرام روحي وقلبي، وقلت يكفى تكون جنبي من غير ما تضرب نار حبي، نار الهوى منك انت، وانت الدواء للروح انت، واشكي لمين غيرك انت. قول لي انت فين، قول لي انت فين، قول لي انت فين انت. يا طير يا
علشانك ارجع لوشك ابقى لك تلقى الوجود كله صفالك دلوقتي بعدك انت وانا في انتظار نربك انت واشكي لمين غيرك انت قولي انت فين قولي انت فين قولي انت فين فين انت يلي أسيت والحائم معاك ظلموك وظلموني وياك وليه تفوتني وترضى جفاك من غير ما قلبي يبوح بهواك لو تكون برضاك انت يحلى الوجود وياك انت واشكي لمين غيرك انت قولي انت فين قولي انت فين قولي انت فين فين انت فرق بقى خلاص ما بقالوش الا لا كتبات ولا حاجه. اوعى تشوفك تاني مره شايل حاجه وريحك. خلاص ما بقيتش اشيل حاجه. هو انا يعني غاوي شيل؟ مالك يا اسماعيل؟ زعل عم علام وابنه جه على دماغي. من ابني غير الشيل والحط كل ساعه والتانيه. وماله يا اسماعيل؟ اخصى عليك. ايه هو اللي اخصى عليه؟ احنا مصدقنا خلصنا من زحمه الدكان في رمضان ولحم الفوانيس من غير أزير. تقوم تطلع لنا حكايه سي حسن؟ اجري يا اسماعيل ودي دول لحسن. روح يا اسماعيل شق على حسن. والنبي يا اسماعيل قلبي مشحتف على حسن. مش امه يا اسماعيل وبدأ اطمن عليه. خليها تطمن وخلي رجليا يدوبوا في عرق العافيه. ما كان قاعد وياها وكنا مستريحين. ما يقدرش يا اسماعيل يشوف الحال المايل اللي فيه عم علام ويسكت. ده سي حسن هيبقى عالم ويسكت على حاجه تغضب ربنا. خد ال5 ساغ دي اركب ترماي واشتري لك فطيره بسكر. ايوه دلوقتي اروح هو قلبي جامد. طب والنبي يا اسماعيل ما تنساش تسلم لي على سي حسن وتقول له انه وحشني قوي قوي. اسلم عليه وعلى ابوه كمان. لا ابوه لا، اسلم عليه هو بس. وان كان كل يوم في ترماي وفطيره اروح هوا. كل يوم في ترماي وفطيره ينصر دينك. اهلا وسهلا. اوه انت غيرت لبسك، لبست بدله تعرف انها تريش شيك لايقه عليك خالص. متشكر. انا استغربت لما الفراش قال لي انك منتظره تحت. ليه تتعبي نفسك؟ احنا خلاص عرفنا طريق اللوكان ده، دايما هندوشك. ده كرم منك. انا كنت فايته من هنا فلقيت ميعاد الدرس قرب، قلت افوت اخدك معايا. اركب اتفضل. متشكر. يا سلام، تعرف ان شكلك شيك قوي في البدله. انت بتخجليني. تعرف انك من يوم ما جيت هنا غيرتني خالص. ازاي؟ غيرت اخلاقي. في الحقيقه انك عجيب، شخصيتك عجيبه قوي. بالعكس انا شخصيتي عاديه خالص. لا ما تحاولش، انت شخصيتك مش عاديه، انت راجل ممتاز. انا هتعلم منك، هسألك في كل حاجه. ده يسرني جدا. صحيح. انا ما اقولش حاجه مش صحيح. عثمان ادي خبر لمستر جوزيف
الله، هي الست مش قالت لحضرتك؟ اوه انا نسيت اقول للاستاذ يا عثمان، روح انت. حاضر يا فندم. جوزيتا اعتذر النهارده عن الدرس وانا قلت اني هبلغك، انما في الحقيقه النهارده انت نسيتني كل شيء. ليه؟ شكلك في اللبس الجديد نساني اقول لك. انت زعلت؟ ابدا. يعني مبسوط انك تقعد معايا؟ طبعا. صحيح، وانا كمان مبسوطه كتير. انا متشكر جدا، بس في الحقيقه انا ما كنتش جاي الدرس النهارده لولا حضورك اللوكاندا. ليه؟ كنت مشغول في مذاكره مساله في منتهى الاهميه، فلو تسمحي لي ارجع اتممها. يعني ما انتش عاوز تقعد معايا؟ بالعكس، ده انا اكون سعيد جدا لو قعدت معاك. صحيح، بذمتك؟ بذمتي. طيب خلاص اقعد بقى. بس كنت احب انتهز فرصه غياب جوزيف واتمم مذاكرتي. مفيش مانع، بس اوصلك. لا مش عايز اتعبك. يبقى مش عاوزني اكون معاك؟ اذا مرفضش. ايوه كده، يلا بينا. متشكر خالص. أروى، مع السلامه. الله، نبويه، ايه اللي جابك هنا؟ انت مستغربه البدله اللي انا لابسها؟ غيرت، لبست بدله، مش كده احسن يا نبويه؟ الله، مالك؟ انا جايه لك. اهلا وسهلا. في حاجه؟ تعالي نخش جوه. لا، انا جايه لك عشان والدتك بعتاني، عاوزك تروح لها. تعالى معايا دلوقتي. ارجع البيت ازاي يا نبويه؟ واليمين اللي حلف ابويا. ايوه صحيح، لكن ده مش ممكن يا سي حسن، لازم تيجي لوالدتك دلوقتي. ليه يا نبويه؟ في ايه؟ والدتي ازيها؟ تعبانه؟ عيانه؟ ايوه يا سي حسن، تعبانه قوي وعايزه تشوفك. تعبانه ازاي؟ حالتها خطره. مالها يا نبويه؟ ماتت. يا معمرة دارها صباحت خراب وظلام منورة، مالك جنازة باردة تقولها الحزينة. مين ده؟ ده ابن المرحومة. ندى اليتيم لأمه ردت دموعه وغرق الكم. بس انتوا هي. مين اللي جاب الندبات دي يا خالة ام نبويه؟ مين اللي عمل المسخره دي؟ مين اللي بيعارض قضاء ربنا واحكامه ويقعد يخلق عياط بالكذب ويقول كلام يزود الاحزان بدل ما يحاول يخففها؟ يوه، امال عاوزها تروح فوتس كده؟ اظن عاوزنا نقعد نضحك. لا يا سي حسن، انت لازم جرى لعقلك حاجه. من حزن على امه يا نظري، مش عارف بيقول ايه. امال عاوز نبوظ ميتة من المرحومه؟ يا حسره عليها، لو كان عندها بنت كانت بقت محزنتها حاميه صحيح. بس بلاش كلام فارغ، اللي بتعملوه ده كفر، ده مخالف للشرع ولا يرضيش ربنا. محزنة ايه وغيره ايه؟ الحزين على والدتي يدعي لها دعوة صالحة ويقرأ على روحها. جرى يا حسن، ما تسيبهم يا ابني. ما اقدرش يا والدي، ده حرام، ما يصحش حاجة تغضب ربي تحصل في ميتم امي. يا ابني ما كل الناس بتعمل كده. الكفار كانوا بيقولوا كده للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، لكن احنا لازم نغير كل بدعة منافية للدين. محدش يقعد هنا يا ستات، اتفضلوا من غير مطرود. يلا بينا بقى يا ستات، ادي احنا انطردنا. ادي الخلفه اللي بتدوروا على الخلفه، وهي كل الخلفه يا اختي. طب ده انا عندي بنتين بكره يخلوا محزنة نار ولع. يا اختي انا ما شفتش بوظان بالشكل ده بقى. من عيونك يا ست ام حسن تشوفي خلفه الشماتة. خش شوف والدتك، كان بدها تشوفك. انت حكمت عليها وعليا بان الموت يفرق بينا من غير ما نشوف بعض. امر الله يا ابني، امر الله. ده صحيح، لكن حضرتك فضلت كيفك ومزاجك على صحتها وراحتها وحرمتها من ابنها الوحيد زي ما حرمتني منها. معلش يا ابني، معلش، انا ما بقاليش غيرك خلاص. خليك قاعد معايا يا حسن، ما تسيبنيش. ما اقدرش اشوفك تعصى الله قدامي واقعد معاك. اما اذا تعهدت لي يا والدي انك تتوب فانا ابنك اعيش تحت رجليك. خلاص يا ابني، تبت الى الله ورجعت الى الله. بس بقى يا ست نبوي، بس بقى قطعت قلبي. ما هو شيء يقطع القلب يا اسماعيل، مش حسن طار من ايدينا خلاص. هو ما دام عرف المدمزلات وركب العربيات ولبس البدل، قول عليه يا رحمن يا رحيم. ايوه صحيح يا ستي، فرط فيه الفرط خلاص. والنبي معاكي حق يا ست نبوي، ده انا ما كنتش واخد بالي. يا دهوتي عليه وهو لابس البدله. بونسوار استاذ حسن. مساء الخير يا انسه. اعزيك من كل قلبي ومتألمة عشانك. متشكر. انت لازم زعلان كتير،
وانا كمان زعلان، احنا كلنا زعلانين. بس ايه؟ باردون، يعني مش شايفاك لابس كرافات سودا ولا شريط اسود. في الواقع ان كل الحاجات دي مظاهر كذابة. الحزن في القلب مش في الشريط ولا في الكرافتة. ولبس الاسود عادة قديمة واثر من اثار الجاهلية، علاوة على ان الاسود بيأثر في الاعصاب ويزيد الحزن، والواحد لازم يتحمل ويصبر. يصبر ازاي اذا كان حزين؟ اذا كان مؤمن وايمانه قوي لازم يصبر، لان كل شيء يعمله ربنا فيه حكمة، وعشان كده ربنا جعل اجر الصابرين كبير جدا. كويس قوي يا استاذ. نبدأ بقى في الدرس. اسيبكم بقى احسن اشغلكم. ليه ما تقعدي تحضري معانا الدرس؟ انت مش كل يوم بتساليني الاستاذ ادالك ايه النهارده كده؟ ايوه استاذ، بتقعد تذاكر معايا، بس هي متاخره عني شويه في الدروس. انا مستعد اجي قبل الميعاد بنص ساعه، اقعد معاها اخليها تحصلك. صحيح؟ اذا كان ده يسرك. يسرني قوي قوي قوي. انا عاوزه نص ساعه بتاعتي دلوقتي. اذا كان جوزيف ما عندوش مانع. مفيش اي مانع يا استاذ، ده درس علشان احنا الاثنين. اتفضل. هسال سؤال. اتفضل. بس ما تزعلش. حد يزعل من الاسئله؟ اصل السؤال صعب شويه. صعب في نظرك انت لانك مش عارفه جوابه. انا خايفه لا تكون انت كمان ما تعرفش جوابه. ده يبقى كويس قوي علشاني، لان هسال الاعلم مني واستفيد معلومات جديده. يا سلام، هو انت كده يا استاذ؟ ده انا كنت فاكره انك هتنكسف لما اسالك على حاجه ما تعرفهاش. لا ما تفتكريش، من ادب الدين بتاعنا الاعتقاد باننا محتاجين للعلم مهما تعلمنا عشان نفضل نجري ورا العلم. النبي قال اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، يعني من يوم ما تتولدوا لحد ما تموتوا. اتفضلي اسالي بقى. مساله الجواز بتتجوزوا على كده، الواحد معاه 2 و3 و4. ايه اعتراضك على الحكايه دي؟ احنا عندنا الراجل بيتجوز واحده بس، وعلى كده الست بتبقى عارفه ومطمئنه ان مفيش غيرها. لكن ده يمنع ان بعضهم بيكون له علاقات تانية. ها انت عاوز تغلبني في الكلام عن العلاقات دي؟ تنكري وجودها؟ موجوده، انما دي حاجه شاذه. ما دام بتتوجد فعلا، اقتضت حكمه الاسلام انه يمحو عنها صفه الشذوذ وينظمها عن طريق الزواج، احسن ما يسيبها هرجله تنخر في جسم المجتمع وتوجد ذريه ذليله مهينه ملهاش اي ذنب. برافو يا استاذ، معقول جدا. هو ايه اللي معقول؟ احنا عندنا اللي بيعمل كده بيخالف الدين، وعندنا اللي يتجوز اكتر من واحده بدون سبب بيخالف الدين، لان ربنا جعل الزواج الثاني بشرط انه يعدل بينهم، وفي نفس الوقت قال ان الانسان مش ممكن يعدل، يعني كانه منع الجواز الثاني الا لسبب قوي جدا. زي ايه؟ في حالات كتير، مثلا عدم الذريه، ما بتخلفش، والذريه دي حاجه الرجل دايما بيشتاق لها، فبدل ما يفضل معاشر مراته وفي نفسه شيء، ربنا اباح له الزواج على شرط العدل والمساواه بين الاثنين. طب ما يطلقها ويتجوز واحده تانية. ملهاش ذنب يطلقها. ربنا جعل الطلاق مكروه جدا حتى لو كان الرجل بيكره مراته. ربنا قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني يا استاذ عندكم ما يصحش الواحد يطلق من غير سبب، وكمان ما يصحش يتجوز اكتر من واحده من غير سبب؟ طبعا، وده مش يبقى احسن من اننا نربطهم برباط مش ممكن يتحل، فتضطر الظروف انه ينفصل عنها وهو عايش معاه، وتنشأ علاقات لكل منهم على حد. مظبوط، احنا كمان دلوقتي بيعملوا عندنا طلاق. انا نص ساعه بتاعتي خلصت. انت زعلانه؟ انا لا ابدا، بالعكس انا مبسوطه قوي، بس مكسوفه. استاذ حسن، اهلا وسهلا. انت خلصت الدرس؟ ايوه خلاص. وعلى فين كده؟ والله مروح. ما تيجي اوصلك؟ لا متشكر، مش عايز اتعبك. هتتعبني في إيه؟ انت هتتعب العربيه. اتفضل اتفضل. طب متشكر. انا متشكر خالص. مع السلامه. اهلا وسهلا، انا مستعده للتنس اهو. بعد الدرس هتلعب معايا مش كده؟ متاسف جدا. ليه؟ انت قلت انك هتلعب معايا. ما اقدرش اقف معاكي وانت بالملابس القصيره دي.
لكن ده لبس تنس. ايوه عارف، لكن من الممكن انها تكون اقرب للحشمه من كده، او اذا كان ولا بد يبقى لازم الانفصال، الستات يلعبوا مع بعض والرجاله مع بعض. انا عاوزه افهم ليه الدين بتاعكم ضيق على الستات في مساله اللبس؟ عشان يمنع الفتنه عن الرجال. الاخلاق الكويسه تمنع صاحبها عن الفتنه، وقدام شويه تبقى حاجه طبيعيه ما يبقاش فيه فتنه. وايه اللي هيستفيده المجتمع من عدم وجود الفتنه والرغبه بين الرجل والمراه؟ مش انتوا اللي مش عاوزين الفتنه؟ بالعكس، احنا عايزين الفتنه تفضل بين الجنسين، بس عن الطريق الطبيعي، الزواج. يعني انتوا مش عاوزين الفتنه تنعدم؟ بعد الشر عليها، احنا عايزينها تفضل بس خايفين عليها منكم. اسمعي، كان زمان شاعر عمل قصيده يوصف فيها صوابع حبيبته بانت من ورا ستاره. تقدر تقولي لي حدش فكر دلوقتي يوصف بلاج ستانلي؟ يا سلام، كلامك مظبوط. انا من دلوقتي همشي على كلام. بس في حاجه تانية، يظهر ان غلطت لما وافقت انك توصليني بعربيتك لحد البيت، لان اهل الحي عندنا ما يفهموش ان دي مكارم اخلاق منك. يعني ايه؟ بيقولوا ايه؟ هم بيتكلموا في حقنا. خليهم يتكلموا. ازاي؟ يعني هيقولوا ايه؟ هيقولوا ان احنا بنحب بعض. خليهم يقولوا، دي على الاقل الحقيقه من ناحيتي انا. ايوه يا حسن، ده احساس ومش عيب اني اقول لك عليه. ما تستغربش، انا صريحه. اوه استاذ، اهلا اهلا. اظن انا اتاخرت شويه، ارجوك ما تاخذنيش. اتفضل. ما تيجي معانا يا لويزا؟ هغير واحصلكم. لويزا؟ وي ماما. جرايه يا لويزا، انا شايفاك اليومين دول مشغوله خالص، ما بتقعديش في البيت ابدا. امبارح كان ميعاد ارمان، انت خرجتي ورا شيخ حسن وما رجعتيش تاني. كنت بتفسح كل يوم يا لويزا، كان لازم تنتظري ارمان. انت بتكرهيه؟ ابدا. هكرهه ليه؟ امال ما بتقابليهوش ليه؟ شاب غني وبيحبك وعايز يتجوزك. لكن انا مش عاوزه اتجوزه، انتوا عاوزين تجوزوني غصب عني. جرى ايه؟ في ايه يا لويزا؟ انا مش عاوزه اتجوز ارمان، ما بحبوش. واذا كنتوا عاوزين تجوزوني لواحد ما بحبوش، انا افضل اني اقعد من غير جواز. اهو ده اللي انا كنت خايفه منه. يعني ايه؟ الكلام اللي قلتيه مظبوط؟ لويزا بتحب الولد ده، بيسحرها بكلامه. انت تديله فلوسه، مش عايزين الدرس ده، خليه يمشي. انا راح يعمل كده. نسافر اسكندريه عند اخويا، وهناك لويزا تنسى كل حاجه. ضروري نسافر احسن. اهلا وسهلا. ايه اللي جابك هنا؟ دي زياره غريبه. اركب، عاوزك في حاجه مهمه. ايه خير؟ جرى حاجه؟ دلوقتي اقول لك. اركب. عاوزين يجوزوني غصب عني. لازم ترضيهم. انا اختيارهم مش عاجبني. انما نظرتهم هم للامور اعمق واصدق من نظرتك، لانهم خبروا الحياه اكتر منك. يعني ايه؟ انت عامل عبيط، مش عارف شعوري لك. انا مش صرحت لك امبارح. يا خبر، انا فاكرك بتهزري. لا يا استاذ، ما بهزرش في المسائل الجد. الكلام ده جد؟ انت بتحبني ولا لا؟ لكن ليه السؤال المحرج ده؟ اتكلم، ما تهربش من الجواب. انا في الحقيقه انا في حيره، مش قادر اقدر مدى الشعور اللي عندي. ليه يا حسن؟ لانه مستحيل، مش ممكن. ايه النتيجه لو حبينا بعض؟ الجواز طبعا، ايه المانع؟ منع واحد بس، 60 مانع، 60 فارغ. انا مش شايفه ولا واحد من 60 دول. الحب مسحهم كلهم. اخاف تندمي. حاجه واحده بس هي اللي تخليني اندم. ايه هي؟ اننا ما نتجوزش بعض. لويزا حسن، انا مش عاوز ارجع البيت تاني. ايه المانع نتجوز النهارده؟ نتجوز النهارده؟ انت بتقولي ايه؟ بقول الشيء الطبيعي. قلوبنا اتربطت خلاص، اتحدت. فاضل ايه غير تسجيل الاتحاد ده؟ انت فاكراني ايه؟ ده انا طالب فقير، والدي بيصرف عليا. اول فلوس اكتسبتها بمجهودي الخاص هي اجر الدرس اللي بديه لاخوكي. اتجوزك ازاي؟ لكن انت هتتخرج السنه دي وتشتغل وتكسب الفلوس اللي نعيش بيها. الكلام ده لما اتخرج، مش النهارده. يعني اصبر لحد ما تتخرج؟ ده غصب عننا يا لويزا، لازم نصبر. عاوزين يسفروني اسكندريه يا حسن، عاوزين يبعدوني عني. اعمل ازاي؟ ما اقدرش ابعد عني. لازم تطوعيهم،
مفيش حل غير اننا نكتم حبنا وننتظر. رحك وانتصر. بونسوار يا استاذ حسن. مساء الخير. انا عايز نقول لك كلمتين. انا زعلان كتير ان ابني جوزيف مش راح يقدر يكمل دروس وياك، لاننا احنا مسافرين اسكندريه علشان شغل هناك، ويمكن نستنى مده طويله شويه. هترجعوا بالسلامه ان شاء الله. ميرسي. اتفضل، دي التعب بتاع حضرتك لغايه اخر الشهر دي. متشكر. استاذ حسن بونسوار. مساء الخير يا انسه. اندهلك جوزيف عشان ياخد الدرس؟ لا ما فيش لزوم، احنا مسافرين اسكندريه بكره. الاستاذ ادى اجازه لجوزيف، مش كده يا استاذ؟ مفيش مانع. طيب. استاذن انا. ليلتك سعيده. بونسوار يا لويزا، تعالي هنا. اعملي ايه يا نبويه؟ يوه ما تاخديش روحك يا بنتي على شرب الشاي لا يسهرك طول الليل. ابدا ياما، ده انا بعمله عشان الشيخ حسن، اصله بيذاكر وبيسهر بالليل، والمرحومه كانت بتعمل له شاي كل ليله، انما دلوقتي مسكين بقى مقطوع. يعني شغله روحك قوي بحسن وبمذاكره حسن. انت لسه عندك 10 سنين؟ يعني ما شفتيش المزمزيه اللي وصلته بعربيتها جوه حارتنا وقاعد جنبها وعينه قويه لا حاجه ولا خشه؟ وانا مالي ومال مناظير ولا غيره؟ الجواز ده اسمه نصيب، وكل حي بياخد نصيبه. انا بخدمه عشان خاطر عيون المرحومه، وانا بوسع على 7 جار ياما. والنبي يا اختي لو كان 10 جار تخدميه برضه. هو انا مش عارفاكي؟ انت اللي هتنزلي له الشاي؟ وماله ياما؟ لا ده انت اتجننتي، تنزلي عند راجل عازب وهو قاعد لوحده تحت في الشقه؟ عيب ياما، ده احنا متربيين سوا زي الاخوات، وعم علام تحت كمان. انا مش قصدي، بس ما تتاخريش. حاضر ياما. ادخل. مساء الخير يا سي حسن. مساء الخير يا نبويه. تعب روحك ليه؟ تعبك راحه يا سي حسن، انت بتذاكر وعاوز حاجه تسهرك، ما بترضاش تطلب حاجه مني، مش عارفه ليه. انا مش عايز حاجه، انا مرتاح كده. لا، انت واخد تشرب كوبايه شاي وانت بتذاكر. ليه ما تقوليش يا نبويه اعملي شاي؟ هو احنا غور؟ متشكر قوي يا نبويه، ربنا ما يحرمنيش منك. والنبي يا سي حسن نفسي تطلب اللي انت عاوزه، ما تقدرش تعرف انا قد ايه بفرح لما اخدمك. كتر خيرك يا نبويه يا اختي. كتر خيري، اغصى عليك. انت بتعاملني رسمي كده ليه يا سي حسن؟ انا كل اللي عاوزاه انك تؤمر وانا انفذ، مش تشكرني. طيب يا ستي انا متشكر. ها؟ لا مش متشكر ولا حاجه. مبسوطه بقى؟ ايوه كده، دلوقتي انا مبسوطه. انا طالعه بقى، ولما تشرب الشاي بالهنا والشفا ابقى انزل اخده. طيب. ايه رايك في المزيكا دي؟ تقومي ترقصي معايا؟ مش قادرة يا أرمان، تعبانة شوية. تعبانه ايه؟ فرفش كده واضحكي. قومي يا شيخه قومي. ايه ده يا ابني؟ قومي ارقصي مع أرمان. مش قادرة يا ماما، تعبانة. أنا رايحة استريح. شايف؟ كل يوم نرفز كده. سيبوها طولوا بالكم، تغيير الهواء في اسكندريه هيخليها تتقاعد. الشيخ حسن علاء. ايوه هنا. ها ده بالفرنساوي يا ست. نبويه اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سي حسن، جاوب علشانك بالفرنساوي. متشكر. شكر لله يا سي حسن. حبيبي حسن، وحشتني كتير. بتعذب لبعدك يا حبيبي، مش عارفة هصبر على العذاب وعلى بعدك ازاي. كل ما يقرب امتحانك بيقرب مع هنايا وسعادتي وانتهاء السجن اللي انا فيه. كل تسليتي اني افكر فيك وانفذ تعليماتك. انا بفصل هدوم طويلة تداري جسمي كله، لاني اقتنعت بفكرتك. امتى اشوفك وامتى يجي ميعاد امتحانك؟ انا متأكدة انك هتنجح. ابعت لك الف سلام والف قبلة. لويزا.
الف مبروك يا شيخ حسن، النهارده الدنيا مش سيعانه. الله يحفظك. مين قدنا؟ ابن حتتنا بقى عالم. متشكر قوي. الحقيقه طولت رقبتنا يا شيخ حسن. ربنا ما يحرمنيش منكم ويخليك لينا يا استاذ. اسماعيل الشربات يا اسماعيل. فرحة حبيبي حبيبي هي النهاردة، وانا فرحي بكرة بكرة والفرحة واحدة. فرحة حبيبي حبيبي هي النهاردة، وانا فرحي بكرة بكرة والفرحة واحدة. يا ريت يا بكرة تيجي النهاردة، يا ريت يا بكرة تيجي النهاردة. قالوا لي لما يتم مناك هينولك املك في هواك، ويسعدك وتعيشي معاك، ويسعدك وتعيشي معاك. ولما انا كل الامل شفت الخير، صور لي بكره قبل النهارده. يا ريت يا بكره بكره تيجي النهارده، يا ريت يا بكره تيجي النهارده، يا ريت يا بكره تيجي النهارده. شربت حبيبي اسقه بايدي، واقلع قديمي والبس جديدي. ده اليوم ده عيده وبكره عيدي، ده اليوم ده عيده وبكره عيدي. وافرح بقربه ويبان لي حبه واتهنى جنبه، وافرح بقربه ويبان لي حبه واتهنى جنبه. ويبقى بكره زي النهارده، يا ريت يا بكره بكره تيجي النهارده، يا ريت يا بكره تيجي النهارده، يا ريت يا بكره تيجي النهارده. يا قلبي بحلو بشوق هواك، وسعد واقوله على مناك. يمكن يا قلبي يكمل هناك، يمكن يا قلبي يكمل هناك. ويبان رضاك وتعيش معاه على هواك، وتلاقي بكرة زي النهاردة. يا ريت يا بكرة بكرة تيجي النهاردة، يا ريت يا بكرة تيجي النهاردة، يا ريت يا بكرة تيجي النهاردة. حطيته فين الدولاب التاني؟ في الأوضة التانية يا فندم. طيب حط ده فيه. حاضر يا فندم. حسن، لويزا. حسن حبيبي، وحشتني يا حبيبي. وانت وحشتيني يا لويزا. ازاي جيتي؟ ما اديتنيش خبر ليه؟ اول ما جاني جوابك ما قدرتش استنى، الفرحه نستني كل شيء. سبتهم في اسكندريه وجيت اشوفك وانت بتشتغل واقعد جنبك واشوف مكتبك. ازاي؟ بتقولي العيله في اسكندريه؟ مش راجعه لهم يا حسن، هنتجوز خلاص، انا صممت. لويزا حبيبتي، انت تعرفي ان دي اهم امنيه عندي في الحياه، لكن حرص عليك وحب لك يمنعني من تنفيذها الا اذا رضي الوالد والوالده. ليه يا حسن؟ انا خلاص بلغت سن الرشد. سن الرشد من وجهه نظر القانون، لكن الواجب والعرف يقضي بطاعه الوالدين. انت قلت لي ان القرآن عندكم بيقول ان الواحد ما يطوعهمش في اللي يغضب ربنا، وهم عايزين منك ايه يغضب ربنا؟ عاوزيني ما اتجوزكش وده يغضب ربنا، لان ربنا عاوزني اتجوزك، والدليل على كده انه خلاني احب. يا حبيبتي انا مبسوط جدا من التفسير اللطيف ده، لكن مفيش لكن دي، انت
انت قلت لي عليها اسمها أداة استدراك. ايوه، وهنا الاستدراك له لزوم، لانك انت في حياتك الغنيه المترفه ما تقدريش تستبدليها بالحياه معايا، حياه خشنه بالنسبه لحياتك. فين بيتي اللي شفتيه في حاره من القصر اللي انت عايشه فيه؟ القصر ده من غيرك يا حسن حتة من الجحيم، وبيتك انت مهما كان حتة من الجنة ما دمت انت معايا. لويزا، انت واثقه من اللي بتقوليه؟ طبعا، ولازم نتجوز. ألف مبروك. عقبال عندك. عقبال بكاري. عقبال بكاري. مبروك عريسنا. انا عاوزة اقدم لك هدية صغيرة بسيطة على قد الحال. اتفضلي. وليه التعب ده يا نبوي؟ الله، فستان بيبي ذوقك جميل قوي. مين ميرسي؟ ده لازم تحسن عن اذنك. لويزا. حسن حبيبي، انا اسعد واحدة في الدنيا. امال فين النبويه؟ اهي جوه. اسمعي، نعم. معلم مرزوق طلبها مني تاني. والنبي صحيح؟ ما هو اصله كان فاهم اننا هنديها للشيخ حسن لما رديناه المره اللي فاتت، لكن لما شاف الشيخ حسن اتجوز طلبها مني. لما اندهلك بقى علشان تكلمها. نبوية. اكلمها؟ وده عاوزه كلام ولا حديث؟ اهو دلوقتي ملهاش لا حجه ولا حاجه. نعم يابا. اسمعي يا بنتي، المعلم مرزوق طلبك مني تاني. انت يابا مش وعدت الشيخ حسن انك ما تجيبليش سيرة الجواز ابدا؟ الله الله الله، وعدته لما كنت فاهم انه له غرض فيكي ومستنى ما ياخد الشهاده، لكن دلوقتي ايه بقى؟ انا يابا مش عايزه اتجوز خالص، وانت كارهني مش عاوز نقعد معاك. هما كل اللي بيجوزوا بناتهم كارهينهم؟ لا، ده انت اتجننتي. المره اللي فاتت الراجل رديناه واتحججنا له بالشيخ حسن، المره دي هنتحجج له بمين؟ نقول له الشيخ حسن هياخدك على ضره؟ لا ابدا، انا اديته كلمه وخلاص. يابا حرام عليك، انا يستحيل اتجوز ابدا، يستحيل. يستحيل ازاي؟ ده نقص في رقبتك. مش كده يا عباس، طول بالك. اطول بالي ازاي؟ يا اخويا بخاطرها، خش يا بنت على اوضتك. مش بس تفهمنا مش عاوزه تتجوز ليه؟ يعني هتقعد بايره كده؟ بايره خلاص بقى. يا اخواتي انا عقلي هيشد. اسمعي يا وليه، البنت دي لسه عينها من حسن. يا راجل ما تقولش الكلام ده. امنت بالله العظيم، امنت بالله يا عالم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لا، ده كان زمان. يعني انا اتعلمت دلوقتي؟ طبعا. اذا انا اقول لك بقى حرمك، مش بيقولوا كده؟ ايوه، بس ما اقدرش ارد عليكي. ليه؟ لان الرد بتاعها جمعا، يعني نحج سوا ونصلي في الحرم الشريف سوا. طب قول لي جمع. يعني تبقى مسلمة. ايه كده؟ ايوه، وانا ما احبش اوجهك توجيه خاص في النقطة دي بالذات. عجيبة، انا كنت افتكر انك تحاول تأثر عليا في مسألة الدين. ما يصحش، ربنا قال في القرآن لا اكراه في الدين. يعني مش بالغصب، مش كده؟ ايوه. امال بيقولوا الاسلام انتشر بالسيف ليه؟ كدابين، مفيش عقيدة تنتشر في الدنيا الا بالاقتناع، واهم حاجة خلت الاسلام انتشر مبدأ المساواة. النبي قال الناس سواسية كأسنان المشط، يعني كلهم زي بعض. تشبيه حلو قوي. طبعا. بس يا خسارة، المسلمين دلوقتي فقراء، يعني مش زي الشعوب التانية. ده عشان مش ماشيين على الاسلام كويس. لو اغنياء المسلمين ادوا الزكاة ما كانش يفضل ولا واحد فقير. الزكاة؟ ايه هي الزكاة؟ الزكاة فرض من فروض الاسلام، توجب على كل واحد يزرع انه يطلع 10% من محصوله للفقراء، وكل واحد يفيض عنده فلوس ويمر عليها سنة يدفع منها 2.5% للفقراء. يا سلام، ده في الاسلام فرض، يعني شرط اساسي يا لويزا. يعني الواحد ما يبقاش مسلم كامل الاسلام الا اذا ادى الزكاة للفقراء. يعني اشتراكية في الاسلام مبادئ تفوق الاشتراكية. علمها لي دلوقتي. ما عنديش مانع ابدا، تعالي. دي مبادئ اجتماعية توسع ذهنك وتفهمك الحياة الطيبة على حقيقتها.
اديني درس في حاجة منهم دلوقتي. حاضر، هقرا لك حاجة كويسة تديكي فكرة أكبر. ما اقدرش اطلع معاك. ازاي ده؟ ليه ما تطلعش معانا؟ احنا جيران وما يصحش. انا راجل باخدي من امن، مفيش لزوم. اتفضلوا انتوا، اتفضلوا. اتفضلوا اتفضلوا. يا فندم، ده منزل الشيخ حسن علام المحامي؟ ايوه يا فندم. احنا معانا امر بتفتيش البيت. كده اظن علشان المدموزيل لويزا. ايوه، هي فين؟ عندي هنا. اكتب الكلام دي يا حضرة الضابط، دي اعتراف. وانا ما بنكرش، لكن ما يصحش تقفوا كده. اتفضلوا خشوا. انت متهم باغواء المدموزيل لويزا جورج وخدتها في بيتك بدون موافقة اهلها. اولا المدموزيل لويزا جورج اسمها دلوقتي حرم حسن علام. ايه؟ اتجوزتها؟ انت اتجوزتها؟ هي فين المجرمة؟ لويزا ايوه يا حسن. تعالي دقيقة واحدة. هتشوف حضرتك انها مش قاصر كمان. طيب تسمح توريني قسيمة الزواج؟ دقيقة واحدة. ماما امشي بايه يا مجرمة؟ جوزتيه؟ بيتي امك وابوك يا لسانه. امشي. انا قلت لك يا بابا، انا ما خبيتش عنك. انت اللي صممت اني اتجوز واحد ما بحبوش. اتفضل القسيمة اهي. متشكر. العفو. انا مهمتي انتهت. انتوا دلوقتي بقيتوا اهل، تقدروا تتفاهموا مع بعض. نهاركم سعيد. لكن دي مش ممكن. انا اسف. لويزا، كده يا لويزا، تعالي معانا. اجي معاكم يا ماما ازوركم وارجع لجوزي تاني. انت مش تخش البيت بتاعنا تاني، انت مجرمة. يا مسيو جورج، احنا ما عملناش جريمة، احنا اتجوزنا جواز قانوني، معلش اي غبار. ده واحد نصاب خطاف، ده حق ولا بنتي؟ لا يا بابا ابدا، انا حبيته، حبيت الراجل اللي قدرته، ومش ممكن كنت اقدر اتجوز غيره. خليك وياه، انا مش عايز اشوف وشك بعد النهارده. يلا بينا من هنا. لويزا، تعالي معانا يا لويزا، سيبيه وتعالي معانا. مش ممكن يا ماما، مش ممكن. كده مش ممكن. انت مش بنتي، انا غضبانه عليكي، انا مش عايزه اشوفك ابدا. ماما جوزيف، شيل قدامي دخلها جوه. كلوني يا ماما يا حسن. مش ممكن، احنا مش نعرفك. بابا حرام عليك، سيبوها هنا لما تستريح، انت هتموتوها. امشي من هنا. مش كده يا اخويا جورج. حسن ماما يا حسن. معلش يا لويزا، اذا كنت عايزه تروحي مع ماما انا صرح لك. ايوه لازم اروح معاها يا حسن. روح الحقيقة. ميرسي يا حسن. ماما ما تعيطيش يا لويزا، انا هاخدك ونروح لهم. تيجي معايا عشان تعرض نفسك للإهانة. كل شيء يهون علشانك يا لويزا. يا حبيبي يا حسن. تعال اما البس. بسيطة جدا يا مدام، ما تتخضيش، بس انا عايز منك الهدوء وعدم الانفعال بالمرة. نهاركم سعيد. اسمع يا مسيو جورج، ما اخبيش عليكم الحالة خطرة، وعلشان كده لازم ممرضة تباشرها، واحب اقول لكم ان اقل انفعالات هتعمل مضاعفات خطيرة. أوروفوار. بابا اعمل معروف، اروح اجيب لويزا، ده الشيء الوحيد اللي هيطيب ماما. انت مجنون؟ لويزا مش لازم يحط رجله في البيت دي ابدا. روح اضرب تليفون لخالك في اسكندريه، خليه يجي اوام. بابا طمني، ازاي ماما؟ انت جايه هنا ليه؟ جاي اشوف ماما. تشوفيها ازاي؟ علشان تموتيها خالص؟ اللي جرى لها دي من ايه؟ مش انت السبب؟ امشي اطلع بره. مسيو جورج، انت راجل عاقل، واحنا دلوقتي في ظرف لازم ننسى فيه كل حاجة ما عدا صحة الام المريضة. هي لما يعرف انتوا هنا يزيد المرض بتاعه. اتفضلوا يلا من هنا. مسيو جورج، انا عارف انك ناقم عليا، انا هنسحب وخلي لويزا هنا. لويزا، انا اديك الحق انك تفضلي هنا في سبيل راحتك وشفاء والدتك. نهاركم سعيد. استنى هنا. لويزا مش ممكن يستنى في البيت دي الا لما يتطلق منك. تتطلق؟ مستحيل. لويزا مش ممكن يا حسن، مش ممكن. مش اتطلق. بره بره انتوا الاثنين. كلبة مجرمة. فضل الغريب على الاهل بتاعه، على الفاميليا بتاعه. صباح الخير يا عم علام.
صباح الخير يا نبوية، محدش بيشوفك ليه؟ يعني هتشوفني ازاي يا عم علام؟ اصلي مش عايزه اضايقكم. تضايقينا؟ تعالي شوفي، الحالة بقت وحشة قوي بين حسن ولويزة، طول النهار قاعدة وجوزها شبرين. ليه كفالة الشر؟ دول بيحبوا بعض قوي، ومراتي حسن ست اميره وتستاهل السلام. يا اختي من النهار ما جه ابوها وامها وهي ملوية. يعني يا اختي عليها وعلى بختها، اما اروح اسليها. الهي فك دقتها. فك دقتها؟ بتدعي لها. امنت بيك يا رب. جوزي حكم عليا ما زورش اهلي علشان زعلان منهم، طوعته. والدتي عيت ما طقتش، رحت لها، ضربني وحلف عليا اليمين اني ما ازورها تاني. سبت له البيت كله وخرجت خالص، قعدت جنب امي العيانه. مفيش واحده تستغنى عن امها. هو الشرع فرض على الزوجه انها ما تزورش امها العيانه؟ طبعا لا. الشرع لما فرض الطاعة على الست قصد بيها حماية الرجل لها والمحافظة على شرها. على العموم أنا أفضل إنك تفكري في الصلح. ما تتعبش نفسك يا استاذ، ده مفيش فايده معاه. إذا مفيش فايدة أبقى أتولى أمر الدفاع عنك، أنا أقابله الأول. طيب يا سيدي، ادي عنوان الكارت بتاعه اهو. هي الجلسة إمتى؟ بعد اسبوعين. أتعشم أصل النتيجة قبل الأسبوعين. متشكرة، سلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا استاذ في واحد قسيس بره عاوز حضرتك. قسيس؟ خليه يتفضل. نهارك سعيد. نهارك سعيد مبارك يا حضرة الأب المحترم. أظن حضرتك خال لويزة. أيوة خال لويزة. اتفضل. متشكر. كنت أتمنى إني أتعرف بحضرتك في ظرف أحسن من ده، لكن ما بيد حيلة. كل الظروف كويسة ما دامت النيات صافية. أنا جاي أكلمك في نقطة إنسانية طبيعية وأترك لضميرك الحكم. أم لويزة مريضة من أثر الصدمة، وكل يوم حالتها تزداد سوء عن يوم، وإذا انتهى الأمر بالوفاة، وده يصح يكون قريب جدا، فأؤكد لك إن لويزة هتنظر إليك في قرارة نفسها كأنك قاتل أمها. لكن أنا ماليش ذنب. أنا واثق إنك صادق، لكن ده ما يمنعش الواقع. وإيه اللي تشوفه سيادتك؟ إذا ما كنتش تمهد طريق العودة لأمها المريضة، هينقلب الصفاء والحب إلى الضد بأسرع ما يمكن. أنا مش بكلمك دلوقتي بصفتي رجل دين، بل بصفتي إنسان أكبر منك سنا وخبر الحياة أكتر منك. فاقبل نصيحتي يا ابني قبل ما تخسر لويزة أمها وإنت تخسر لويزة. ده آخر كلام عندي. نهارك سعيد. نهارك سعيد مبارك. كلمت أبوكي علشان يصفح عنك ويسيبك لمصيرك اللي قدروا عليك ربنا، فرفض وسمعني كلام ما كانش يصح يقوله لراجل أكبر منه سنا زيي. انا مش عاوزه حاجه يا خالي غير اني اشوف امي مره واحده بس. خدني معاك، لو رحت معاك مش هيقدر يحوشني. أنا متأسف، مفيش أمل إنك تدخلي بيت أبوكي إلا إذا اتطلقت من جوزك. ده الحل الوحيد. روفار. لويزة ما تعيطيش، ما تعيطيش يا حبيبتي. ما عيطش ازاي؟ دي الدنيا كلها اسف. حتى خالي اللي كان اخر امل ليا ما قدرش يعمل حاجه. خالك معذور يا لويزة، ابوك متعنت جدا ومفيش فايدة هيسمح لك تخش البيت الا اذا انفصلنا زي ما قال خالك. ننفصل؟ مستحيل يا حسن، ده انا اتجنن، ده انا اموت. طيب بس اهدي شوية، تعالي اقعدي هنا استريحي. مش عايزك تزعلي يا لويزة، كل شيء هنلاقي له حل. اسمعي يا لويزة، الدين الاسلامي ما تركش حاجة من حاجات المجتمع الا وبحثها وقرر فيها القرار الملائم الصح.
الدين قرر الطلاق في حالات خاصة وجعله درجات. يعني الرجل إذا أراد إنه يطلق مراته أول مرة وتاني مرة يكون الطلاق ده رجعي ويقدر يردها وقت ما يحب. أما إذا طلقها تالت مرة فما يقدرش يرجعها تاني. يعني ايه يا حسن؟ بدك تقول ايه؟ بدي أقول إن حالتنا اللي احنا فيها دلوقتي تقتضي الطلاق. ما تتخضيش يا لويزا، أنا ما أقدرش أنفصل عنك نهائي. الطلاق اللي هيحصل هيكون رجعي. يعني نرجع لبعض تاني؟ أيوة، عشان تبطل حجة أبوكي وتقدري تروحي البيت تقعدي جنب والدتك لحد ربنا ما ياخد بإيدها. وأعتقد إن حركة زي دي هتحنن قلبهم عليكي ونقدر نرجع لبعض في ظروف أحسن من كده. أما إذا فضلنا زي ما احنا فالنتيجة إنك هتفضلي محرومة من والدتك. واقعد بعيد عنك يا حسن. مؤقتا يا حبيبتي، لازم نتحمل التضحية دي في سبيل الواجب. يا حبيبي يا حسن. انتوا برضه جايتوا تاني؟ بابا انا ما اقدرش اقعد بعيد عن ماما وهي عيانه. مسيو جورج، احنا نزلنا عند رغبتك ونفذنا ارادتك وقررنا الانفصال، يعني الطلاق. كويس كتير، يعني اتطلقتها. خلاص انتهى كل شيء. اظن دلوقتي تسمح لي اني اشوف ماما واقعد جنبها. ممكن. فين ورقة الطلاق؟ اتفضل. بس ليه رجاء يا مسيو جورج، لو تسمح لي اجي اشوف لويزا ولو كل اسبوع لمدة 5 دقايق وبحضركم. لا مستحيل، انت خلاص طلقتها، مش تيجي هنا ابدا. حاضر زي ما تؤمر. اطلعي يا لويزا عند والدتك. حاضر يا حسن، حاضر. اتفضلي يا ماما. لويزا صحتها مش عجباني يا جورج. ليه؟ انا شايف صحته كويس خالص. لا انا شايفه وعارفه، ما تخبيش عليا. انا حمدت ربنا اللي بنتنا رجعت تاني، لكن انا شايفه هي مش مبسوطه. هي طلبت منك عشان تخرج تتفسح، انت ما رحتش وياها ليه؟ علشان هي كده عايز يطلع لوحدها، انا مش نسيبه يتفسح لوحدها ابدا. هي عايزه تلاقي الفرصه علشان تروح تشوف. الله عبده الاستاذ، يا سلام واقف كده ليه؟ ازاي لويزا يا عبدو والست الكبيرة؟ طيبين يا استاذ، بس الست الكبيره لسه عيان والست لويزا مش مبسوط كده. حصل زعل بينهم وبين الخواجه كتير قوي عشان ما بيسيبهاش تخرج ابدا. حتى الست لويزا اداني جواب في السر وقال لي ارمي ده في صندوق البوسطه، وانا خارج لقيت الخواجه مقابلني وبيقول هات الجواب اللي معاك. زعق لي ومن يومها تنبيهات شديده جدا علينا. يا سلام للدرجه دي؟ اي والله يا استاذ، حاسب لحسن يكونوا شافونا عن اذنك. صباح الخير يا سي حسن. صباح الخير يا نبوية، انا زعلان منك. كفانا الشر ليه؟ يعني من نهار ما روحت لويزا لا حد بيشوفك ولا بتسألي علينا. احنا تحت النظر يا سي حسن، مستعدين لأي خدمة بس أؤمر. متشكر يا نبوية، سلمي لي على والدك ووالدتك. يوصل يا سي حسن. انا خلاص اكلت يا لويزا، خلي حد يجي يشيل. اشيل انا يا ماما. ايه الكتاب اللي شاغلك ده يا لويزا؟ كتاب عربي يا ماما. عربي؟ بتقرا عربي؟ مش قادرة تنساه. انا قلت لك مش هينسيها الا الحفلات. يبعت لأرمان واصحابها، خليه يجوا يسلوها شوية. زي ما انت عايز.
ناديتني بدايتك لبيت وبليلة القدر تهنيت نولني كل اللي تمنيت يا رب. أحد وعلالك أحد واحد وفرد والصمد تباركنا بقرآنك وآمنا بسلطانك يا هادي الخلق سبحانك هديتك ليا يا ربي يا بائي يا موجود يا حي يا مقصود ناديتني بدايتك لبيت وبليلة القدر تهنيت نولني كل اللي تمنيت يا رب. ربيت باللي انكتب ليا وصفي القلب والنية ومهما شوف من الدنيا سامح اللي يقدر بيه ومن سواك يا كريم بسر قلبي عليم. يا رب علينا سبعة وبسطها لنا سبعة أنا ربي أنا ضيعة بحكمك ليا يا ربي يا باقي يا رحمن يا واهب الإيمان ناديتني بدايتك لبيت وبليلة القدر تهنيت نولني كل اللي تمنيت يا رب. لويزا ما قامتش ترقص ليه؟ لا دي ما شربتش حاجة كمان. تعال ما نعزم عليها بحاجة. ليزا تحبي تشربي كاس شوفاني؟ ما بشربش خمر. اجيب لك اورنجات؟ اورنجات معلش. لا مدموزيل لويزا بقت سانت لويزا. لا ابدا بس انا احب احضر حفلة شفاء ماما وانا بتمام عقلي. يعني عقلنا مفيش؟ تقريبا. تسمحي ترقصي معايا؟ اسفة ما اقدرش اقعد. تكسفيني برضه كده؟ مدام قولي لها ترقص معايا. لويزا قومي رقصي مع ارمان.
فرفشي شويه. مش قادره يا ماما. علشان ايه مش عايزه ترقص وياك؟ مش قادره يا بابا. مش قادره ايه؟ طيب تعالي ارقصي مع بابا. احنا مروحين ليه؟ ما تيجي نروح احسن. والله فكرة. يلا نروح. اصل الواحد لما يكون مبسوط شويتين يحب يتمشى شوية وياكل حتة بسبوسة كبيرة من عند ابو توفيق ويزور الامام. لكن انا بقول البلح لمتع. ايه رأيك؟ لكن طلوع السلالم صعب قوي. اركب فين يوقعني. ما يوقعش الا الشاطر. حلوة علاجة. اسمع بقى، انا ماشي كده بقى، همشي كده وانا كمان همشي كده مرة. انا امشي كده احسن. اسمع يا مستر جورج، شفتوا ايه يا دكتور؟ لويزا تعبانه وما كانش يصح تتعبوها زياده بالحفله دي. ما تخليهاش ترقص ولا تتحركش ابدا. علشان ايه؟ بنتك حامل. ايه؟ حامل؟ ما تنزعجش، انا هشوفها باستمرار وكل شيء هيبقى تمام. اسمع يا دكتور، البيبي لازم ينزل. اوه مسيو جورج، ازاي تطلب مني الطلب ده؟ دي جد. واسمع مني نصيحه كصديق، اوعى تفكر انك تعمل حاجه بالشكل ده، لانها خطر كبير جدا على صحه بنتك. دي في الشهر الخامس دلوقتي. ايه؟ خير يا دكتور. يا استاذ حسن والدك هنعمل له عمليه في الحال وان شاء الله هيكون بخير. بنفسك يا دكتور. واسف جدا ابلغكم ان المعلم مرزوق توفى. ايه؟ مات؟ لا حول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. شد حيلك يا جابر. على الله. حرام عليك يا ماما، انا في عرض. ادوا خبر لحسن، ما يصحش يتولد له مولود من غير ما يطرق. ده ابنه وابنه في الحلال يا ماما. انا سبته خلاص علشان خاطركم، لكن لازم يجي، لازم يحضر الولاد. طيب يا لويس، انا هقول لبابا واشوف هيقول ايه. يورجو اعمل معروف، لويزا عايزه ضروري تشوف حسن. ابدا لا، مش ممكن الراجل دي يدخل في البيت هنا عندي تاني. انا خايف على البنت من الزعل ومن العياط ده. لا سيب، مش تخاف. بعد ما يولد وصحته هيجي كويس، كفايه اللي جرى. والدي الف حمد لله على السلامه يا والدي. الله يسلمك يا ابني. شد حيلك يا علام يا اخويا. الشده بالله يا عباس، دي اراده ربنا يا اخوانا، عشان الواحد ما يتعلمش بلاش. اللي حصل لي ده كان ثمن التوبه النصوحه يا حسن. عهد الله وانا لسه هنا في المستشفى اللي ما كنتش افتكر اني هخرج منه الا على ظهري. عهد الله يستحيل اقرب للبلاوي دي بقى. بس يا والدي بس، إن الله غفور رحيم. ونعم بالله يا ابني. صباح الخير. صباح الخير.
يسعد صباحك يا سي حسن، لحقت تفطر؟ الحمد لله. كتر خيرك يا نبوية، تفطريني وتعملي القهوة لوالدي كمان. بنتعبك كتير يا نبوية. تعرفوا ما كنتوش تتعبوني ازعل. لا اوعي تزعلي، هتعبك كل يوم. هو اللي يشوفك يتعب يا سي حسن كده؟ طب ايه رأيك بقى؟ انا جبت لك هدية، بس خايف ما تعجبكيش ولا تقولي انها جزاء لمعروفك. هو معروف نبوية يتقدر بمال. هديتك يا سي حسن تفرحني لانها تذكار منك بس، لكن انا ما احبش تجيب لي حاجه تكلفك. وانا ما كانش تكلفني ما استريحش. ده انت وشك وش الخير يا نبوية. ده اليوم اللي اشوفك الصبح ربنا بيفتحها عليا. ده لولا وجودك معانا كان بقى البيت جحيم. شوفي ايه رأيك؟ اسويرة بشرة خير، لبسها لها يا حسن، لبسها لها. اذا سمحت. مش قادره اشكرك يا سي حسن. تشكريني؟ يا سلام يا نبوية، ده انت ملاك. ست لويزا اللي ملاك، ربنا يرجع حالك ولا يحرمكش من وقفتها في البيت تستناك. يا دين النبي، النبي يعدل لك يا نبوية ويبارك لك يا رب. انا ما اقدرش انسى جميلك ابدا لما تجيبي سيرة لويزا واحس انك بتحبيها. ما تسيبونا بقى من لويزا وسيرة لويزا، مش راحت لأهلها وخلاص. ودي لك مدة لا شفتها ولا سألت عنها. لكن ده مش ممكن يا عم علام، لويزا تنسى سي حسن؟ ده مستحيل، انا عارفاها. او بقى لها 3 اشهر دلوقتي ما سألتش عني، وياما حاولت اروح اعرف اخبارها مش طايل. يا اخي سيبك، ادي انت رحت كم مرة وطردوك، يعني ما كانتش دريت. طب والله العظيم انا مستعده اراها ان ست لويزا يستحيل تكون دريت. حد عارف ايه اللي بيجرى؟ لو قابلها يقدر يفهم كل شيء. تسمح لي اروح انا اقابلها واطمنك عليها؟ تروح لها؟ بس لكن ازاي؟ انا مستعده اعمل اي حاجه علشانك يا سي حسن. البس موضه زيهم واروح كاني واحده صاحبتها جايه تسال عليها. يا اخي نبوية يا بنتي، دول اصحابها كلهم خواجات زيها. لا يا عم، بيبقوا خواجات ومصريين في مدرسه واحده. تعالى معايا يا سي حسن عشان توريني البيت من بعيد السنان. صحيح، ربنا يسعدك يا نبوية. طبعا اذنك هلبس واجي لك حالا. طيب اوامرك. في ايه يا عثمان؟ انا صاحبة لويزا، عاوزة اشوفها. لكن يا بنتي لويزا بتولد دلوقتي، في الدكتور عندها. صحيح؟ الف مبروك. ميرسي. انا فرحانة قوي. بالسلامة ان شاء الله. ميرسي. ممكن استنى لغاية ما اطمن عليها؟ اتفضل. ميرسي. لويزا بتولد والحكيم عندها. بتولد؟ ايوه. الف مبروك يا سي حسن، يتربى في عز. لازم ادخل اشوفها واللي يكون. طب بس طول بالك، انا خايفه احسن يخشوك. مش ممكن يا نبوية، ده حقي. طب استنى لما اسبقك احسن انا خرجت من غير ما يشوفوني. طيب ادخل انت. نهاركم سعيد. نهارك سعيد. نعم، انت جيت هنا علشان ايه؟ عرفت ان لويزا بتولد، جيت. وانت في ايه بينك وبين لويزا علشان يجي؟ انت طلعت خلاص. ان ما كانش في علاقة بيني وبين لويزا، في علاقة بيني وبين المولود اللي هيتولد دلوقتي. اسمع كويس، انا ما نعرفكش. البيت دي بيتي، انا حر نستقبل ونرفض اللي انا عايز. يا حضرة الاب المحترم،
انا سعيد الحظ لوجودك هنا. ارجوك وبصفتك رجل دين تفهم مسيو جورج ان من حقي اشوف طفلي. انا فاهم ان ده حقك يا استاذ، لكن كمان مسيو جورج له مطلق الحرية في بيته. يعني ايه؟ ده جزاء اني نزلت على ارادته وطلقت زوجتي وسمحت لها تقيم في بيته؟ حضرتك عملت كده بمحض اختيارك، فاصبح مش من حقك انك تسعى وراها. والمولود في كل الشرائع الام لها حق الحضانة الى سن معين. كويس قوي، انا معترف بحقها في الحضانة، لكن مش هي اللي بترفض دلوقتي. اسألوها، قولوا لها ان عايز اشوف الطفل. اذا رفضت خلاص انسحب. هي مش عايز اشوفك، هي نساك خلاص، ونرجع العالي بتاعه تاني. انا مش بسأل حضرتك عن شعور لويزا نحوه، انا بطلب اشوف المولود، وده من حقي قانونا وانسانية كمان. على كل حال الولادة لسه ما تمتش. اذا انتظر. مش هنا، انتظر في واحد مطرح تاني. ايه الحكاية يا مسيو جورج؟ ده كتير. هو انا ارتكبت جريمة ملهاش غفران؟ بيتك ايه وحر ايه؟ هي الحرية والملكية تمنع اب يشوف ابنه؟ انت مفيش ابن عندنا، مفيش لسه ابن، لما يتولد يبقى يتكلم. مبروك مسيو جورج، بنت مبروك يا مدام. خليكي نايمة مستريحة يا مدام. يا صحيح الولادة كانت متعثرة شوية، فمش لازم تتحركي من السرير ابدا. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. ميرسي يا ماما. يا حضرة الاب، خليك رسول سلام ولا توافقش مسيو جورج على نظريته. ازاي الحال يا دكتور؟ الولادة كانت صعب، الام تعبت شوية لكن الحمد لله. الحمد لله. والطفل يا دكتور؟ اسمع من فضلك، حالا تطلع بره من هنا. انا مش ممكن اخرج من هنا الا اذا شفت بنتي وامها. بعدين انا يطلعك بلوة. ايه التلامة دي يا اخي؟ مطروح لحالك قدامك المحكمة، اما بارد صحيح. انتوا ناس متمدنين تشعروا بالانسانية، بدل ما تطفوا النار تلهبوها وتحرضوا على الشر، عايزين تمنعوا الاب عن بنته والزوج عن زوجته. انا هفضل قاعد هنا ولازم اشوف فراس بنتي، ولما اشوفها تخربوني بالقوة. يعني ايه؟ حسن صوت حسن جاوب يا طبعا. لا مش حسن، مش كويس. لويزا بنتي لويزا حبيبتي، ليه كده؟ ايه اللي قومك؟ عملت في نفسك كده ليه؟ من فضلك انت، دي مراتي انا اللي هشيلها. بنتي لويزا شوف يا دكتور من فضلكم ما حدش يخش. بنتي متشكر. اتفضل انت بقى. اطمن عليها يا دكتور. اعمل معروف، مش وقته. اتفضل اطلع بره خليني اقدر اشوف شغل. بنتي مش وقته، اعمل معروف. اتفضل. بنتي المسكينة جرى لها ايه؟ مفيش حاجة، منتظرين رحمة ربنا. انت السبب، كل دي من تحت راسك. جورج كفاية، احنا مش في وقت مناقشات وتحديد مسؤوليات. بنتي يا ناس، بنتي يا مدام اهدي شوية، دلوقتي تصحى بالسلامة. دكتور ارجوكم من فضلكم محدش هيخش عندها غير حضرة الاب. اختي بنتي راح. الله لويزا خالي، فين حسن؟ أنا بموت، عاوزة حسن أوصيه على بنته. قولي لي انا يا بنتي. أنا مسلمة ولازم تسلم جثتي لجوزي. ده طلقك يا لويزا؟ لا يا خالي، أنا ماليش دين غير دينه. الدين هو الحب، هو المودة والرحمة. اذكري سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح عليه الصلاة والسلام. إنما المسيح عيسى ابن مريم
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. لويزا لويزا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لويزا اختي لويزا بنتي البقية في حياتكم. خلاص أيوة. خلاص بقت في رحمة الله. حسن خد بنتك. بنتي اتفضل استلم جثة مراتك. ازاي؟ مفيش لزوم يا مسيو جورج، الموت محل عداوة خلاص. احنا دلوقتي جميعا مشتركين في مصيبة واحدة، وما تفكروش غير في حاجة واحدة بس، وهي اننا فقدنا اعز مخلوق لقلب كل واحد فينا. ايوه اعز مخلوق. لكن يا مسيو جورج، يا مدام جورج، ما تفتكروش ان العلاقة اللي بيني وبينكم انقطعت، بالعكس دي زادت. الطفلة دي بنتكم حفيدتكم، فيها ريحة الحبيبة العزيزة، الطفلة اللي محتاجة للحنان منكم ومني، الطفلة اللي هتعيش يتيمة من غير أم. ما تقولش من غير أم، أنا أمها يا سي حسن، راح أعيش العمر كله عشانها.